طب عشان عندي سؤالين والوقت بيخلص، هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري اوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23. لا، اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق. لا لا لا، دي مش الشريعة، لا هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله رب العالمين أنزل شريعة العدل فلا ظلم، ولكن لا بد أن يؤخذ على أيدي المخالفين، ولا بد أن تبين شريعة الله للعالمين، ولا بد أن يتمسك الناس بدين ربهم جل وعلا، لأنه لم يجعل لأحد مساغا أن يخالفه ولا أن يخرج على شرعه ولو كان رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، ده هذا كلام يعني يثار من أجل تشويش فكرة معينة، لكن احنا بنتكلم عليها يا أستاذة. احنا بنقول إن المادة الثانية اللي يعني موجودة في الدستور وموجودة في الإعلان الدستوري، وغالبا ستكون موجودة طبعا الشعب المصري مزاجه العام، وقبل كده في سنة 23 لما كانت اللجنة فيها مسيحيين اللي كونت الدستور نفسه. المادة الثانية الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المصدر الوحيد.